اكتر سؤال ببقى واقف قصاده ومش عارف اقول اللي بيسأله ايه هو: يعني محمد رمضان درس؟ يعني فلان الفلاني وصل اللي هو فيه دوت بمجهود؟ يعني علانة العلانية ديت كانت اتعلمت ايه عشان بقت نجمة؟ ما عنديش إجابة على كل الأسئلة دي خالص. لكن عندي سؤال لحضرتك أو لحضرتك يلي بتسأله السؤال دوت. في ناس ربنا اداها حظ ضخم جدا. في ناس ربنا اداها توفيق بلا مبرر وبلا مقدمات. ما اقصدش ان محمد رمضان ما عندوش مقدمات، محمد رمضان فنان جيد جدا، لكن اقصد ان درجة النجاح اللي وصل لها او اللي غيره وصل لها في ظروف زي اللي احنا بنعيش فيها ديت ملهاش مقدمات منطقية خالص. وبالتالي لو انت قاعد مستني انك تجيلك نفس الظروف ديت عشان تتحول الى محمد رمضان جديد، او تبقى فلانة الفلانية او تبقي فلانة الفلانية، اعتقد ده كلام مش مجدي، وممكن ما يجيبش نتيجة جيدة، وممكن تنتظر كتير او تنتظر كتير وما يحصلش اي حاجة. عشان في حاجة اسمها قانون النجاح. قانون النجاح بيقول ايه؟ انسان مستعد يلتقي مع ظروف مناسبة. ده اللي احنا نفهمه. انسان مستعد يعني انسان جاهز، متدرب، فاهم كويس قوي في الشغلانة ديت، قاعد في انتظار الفرصة اللي هتجيله انه هيستخدمها استخدام جيد للغاية، هيستغلها الى اقصى درجة. انا مملكش ابدا فكرة الفرصة، ما اقدرش اتحكم في فرصي، لكن اقدر اتحكم في استعدادي. عشان كده ما تبنيش ابدا طموحك على فلان اللي حصل له نجاح استثنائي او فلانة اللي حصل لها نجاح غير عادي. ابني احلامك على الواقع، ابني احلامك على منهج، على طريقة مرتبة، على مقدمات توصل لنتائج عشان تضمن انك توصل لاهدافك.